رسالة للنازحين واللاجئين واللبنانيين جوا لبنان وبراته. رسالة لكل شخص شعر بالعنصرية تجاهه بلبنان. يمكن القدر تدخل لتعيشوا على أرض لبنان، من جهة لتشوفوا إنه بلد هندس وخالقه بإبداع وأوجد فيه كل شي بيتخيله العقل وكل شي بيحتاجه الإنسان للحياة، ومن جهة لتكونوا شهود على ناس دمروا هيك هندسة وهيك إبداع وهيك بلد كان ممكن يكون نموذج بيجتمع فيه الحضارة والتاريخ والمستقبل. ولتوصلوا رسالة عطول منحاول نوصلها، لكن لأنه نحن أبناء هيدا البلد عم نتهم إنه شهادتنا مجروحة. فكونوا شهود منصفين ووصلوا رسالتنا وعرفوا الناس إنه العنصرية والمتاجرة بالبشر والطائفية موجودة عند ناس معينين، وإنه أنتوا النازحين واللاجئين وحتى اللبنانيين ضحية كلنا سوا لهود الناس. هود الناس يلي موجودين بالسلطة ومعهم حوالي 30% من الشعب، يلي بيشبههم بالصفات ومشارك معهم بالفساد وفارض معهم طريقة حكم طائفية وعنصرية ما عادت تنفع بهيدا الزمن يلي العالم صار فيه قرية صغيرة وصار فيه نماذج مدنية. احكوا عن هود الناس يلي كرمال مصالحهم تخلوا عن الإنسانية والعقل والمنطق. احكوا عنا يلي سرقونا وهجرونا ودمروا مستقبلنا وعم يقتلونا بصمت، ومثلنا مثلكن العالم كله عم يتفرج علينا وساكت، لأنه مصلحته أهم من القوانين اللي بتخص حقوق الإنسان وحرية التعبير. احكوا عنا بكل مطرح بكل فرصة، نحن مثلكن ومتشاركين معكم بكل قهر واستبداد وظلم. منتمنى لكم ترجعوا على بلادكم معززين مكرمين، ومنتمنى نتحرر من هالناس وربكن كريم.